خضر عليهما السلام. بس المرة دي مش هنقف عند الظاهر، هنغوص أعمق، هنشوف ازاي القصة دي مراية لحياة سيدنا موسى نفسه. أول حاجة، الناس كتير بتشوف القصة سطحيا. سيدنا موسى نبي عظيم بيروح يطلب العلم من واحد ربنا آتاه علم لدني، يشوفه بيخرق سفينة، يقتل غلام، يقيم جدار في قرية بخيلة. كل ده يخلي سيدنا موسى يستنكر ويسأل ايه اللي بيحصل ده البعد الأول، الفهم الظاهري اللي بنشوفه كلنا لما نواجه حاجة مش مفهومة. بنقول ده ظلم، ده غلط، بس ربنا عايز يورينا ان النظر الإنساني محدود. بنشوف اللحظة مش اللي وراها، لكن في قراءة أعمق للقصة دي، رمز لأنواع القدر في حياتنا. السفينة اللي اتخرقت شر ظاهري، بس في نجاة مخفية من ملك غاصب. الغلام اللي اتقتل شر ظاهري، بس رحمة ان ربنا يبدله بخير وأذكى. الجدار اللي اتقام خير مؤجل، ربنا بيحمي كنز يتيمين لحد ما يكبروا. يعني مش كل شر شر ومش كل خير خير. اللي بنشوفه خسران ممكن يكون نجاة، واللي بنحسبه ظلم ممكن يكون لطف كبير. لكن السؤال الأهم، ليه ربنا اختار سيدنا موسى بالذات يعيش التجربة دي مش نبي تاني؟ وليه الأحداث جت بالشكل الغريب ده؟ لما الواحد يرجع يقرأ قصة سيدنا موسى في القرآن كله، يلاقي إن الثلاث أحداث دي زي مراية لحاجات حصلت لسيدنا موسى نفسه في حياته. أولا، قتل الغلام. تفتكروا سيدنا موسى ما قتلش حد قبل كده؟ أيوة، في سورة القصص لما كان شاب في مصر شاف راجل قبطي بيضرب واحد إسرائيلي، فاستغاث الإسرائيلي بموسى، فسيدنا موسى وكزه ضربه بقبضته، فمات القبط بالغلط. سيدنا موسى خاف وقال هذا من عمل الشيطان، واستغفر ربنا فربنا غفر له. يعني سيدنا موسى نفسه عمل حاجة مشابهة، قتل نفسه بالغلط، بس ربنا غفر له وعرف ان في حكمة. لما شاف الخضر يقتل الغلام كان زي ما ربنا يقول له افتكر ماضيك، اللي شفته شر كان فيه رحمة. تاني حاجة، السفينة اللي اتخرقت. تفتكروا سيدنا موسى ما عاش حاجة مشابهة؟ ايوه، لما كان رضيع امه حطته في تابوت ورميته في النيل خوفا من فرعون اللي كان بيقتل الاولاد الذكور. التابوت ده زي السفينة الصغيرة، رميه في المية يبان خطر، بس ده كان نجاة. فرعون نفسه كان الملك الغاصب اللي بياخد كل حاجة، والتابوت نجى موسى منه. يعني الخرق الظاهري، رمي التابوت في المية، كان سبب النجاة زي السفينة اللي اتخرقت عشان تنجو. تالت حاجة، الجدار اللي اتقام ببلاش. تفتكروا سيدنا موسى ما عملش معروف ببلاش؟ ايوه، لما هرب من مصر بعد القتل راح مدين، لقى بنتين بيزودوا الغنم عند البير. الناس كانت بتتزاحم، فسيدنا موسى سألهم من غير ما يطلب اجر رغم تعبه وعطشه، وربنا كافئه بالشغل والزواج من واحدة منهم. يعني سيدنا موسى أقام معروف سقي الأغنام للبنتين ببلاش، فربنا أقام له جدار حياة مستقرة. والخضر أقام الجدار ببلاش في القرية البخيلة عشان يحفظ كنز اليتيمين. شايفين الترتيب في سورة الكهف زي ترتيب حياة سيدنا موسى. سفينة الطفولة التابوت زي سفينة الخضر، القتل في الشباب زي قتل الغلام، الإحسان في مدين زي إقامة الجدار. ربنا مش بس علم سيدنا موسى درس في القدر، ربنا أراده يشوف نفسه في مراية، يفهم إن الأحداث اللي مر بيها في حياته كانت كلها حكمة إلهية حتى لو كانت تبدو غريبة أو صعبة وقتها. فالقصة دي مش مجرد مقارنة بين سيدنا موسى والخضر، دي تربية لسيدنا موسى ولينا كلنا، وإزاي نثق إن ربنا شايف اللي إحنا مش شايفينه. لما تواجهوا ابتلاء أو حاجة مش فاهمينها افتكروا ربما